السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ مع حضراتكم فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي هنا في زهراء المعادي وفي صينية الزهراء. هنا حصل تعديلات وطرق كتير جدا اختلفت. بيقولك كده حضراتكم لو انتوا عايزين تطلعوا على الاسطورات حلوان كورنيش النيل المعادي بننزل النفق ده. احنا هنا كده في زهراء المعادي. خدنا الطريق هنا والكوبري هنا، الكلام ده كله جديد. الطرق دي جديدة، السرعة هنا 80. الطريق ده يا حضرات لو انتوا جايين من مدينة نصر بيجيبكم من مدينة نصر وقطع طرق وقطع مسافات كتير جدا. الوضع هنا اختلف. الكباري والطريق اللي اتعمل هنا حاجات كتير ممتازة. دلوقتي بيقول لحضراتكم لو انتم مكملين على المعادي كورنيش النيل على طول حلوان هنخش شمال. لو عايزين ننزل المنيب السيدة عيشة المقطم طريق الاوتوستراد طريق النصر بنخش يمين. وبكده يا حضرات احنا الدخلة دي بتنزلنا على طريق النصر اللي هو الاوتوستراد اللي بياخدنا على مدينة نصر، منشية الدويقة، محور جيهان اللي هو محور السادات الجيهان، وبياخدنا على مدينة نصر، نادي المقاولين، نادي السكة. احنا كده هنا مع حضراتكم على طريق النصر. على شمالنا زهراء المعادي، وشارع اللاسلكي طبعا على ايدنا شمال مشهور جدا في المعادي. على طول كده مباشرة هيقابلنا صقر قريش، ومكملين مباشرة وهنشوف الطريق مع حضراتكم. احنا كده يا حضرات داخلين على مدخل صقر قريش. في بنزيمة غاز هنا وبنزيمة وطنية وماكدونالدز. في الكنيسة دي هنا على ايدنا الشمال ماكدونالدز وبنزيمة غاز، وورا كان وطنية. احنا كده داخلين على مدخل صقر قريش. ولو حابين حضراتكم نروح على طريق النصر، شارع النصر اللي في المعادي بننزل من تحت الكوبري ده شمال. احنا كده حضرات في صقر قريش، وعلى يميننا وعلى شمالنا صقر قريش، وده كوبري المشاة اللي في صقر قريش في المعادي. لو حابين حضراتكم تروحوا على القطامية زهراء المعادي بنخش يمين كورنيش النيل المنيب بنكمل على طول. دي طالعة من هنا على الدائري، واحنا هنا كده بنعدي من تحت الدائري. احنا كده في ظهرنا صقر قريش والمعادي، وداخلين كده يا حضرات طالعين من كده. احنا بنعدي من تحت الدائري. في بنزيمة شيل اوت بتفتح هناك، فتحت. الدنيا هنا اختلفت، عملوا طلعة للدائري النازلة هي من على الدائري مكانتش موجودة، نازلة للاتجاهين، للاتجاه ده والاتجاه التاني. احنا هنا كده على طريق الاوتوستراد. منظر الجبال.
تقريبا في اعمال انشاء اهي وتطوير في الطريق. احنا هنا كده على طريق الاوتوستراد، جايين من ناحية زهراء المعادي والمعادي وصقر قريش في اتجاهنا مباشرة لمدينة نصر ونادي السكة، القلعة، منشية ناصر، الدويقة، محور جهان السادات، العباسية. هنا بيعدلوا في الطريق، أعمال إنشاء وتطوير على طريق الأوتوستراد يا جماعة قدام حضراتكم أهو. أنا ما كنتش أعرف إن في شغل هنا على الطريق، وأنا هصور مع حضراتكم. بس الطريق هنا شكله هيعدلوه كده، هيكون بطريقة ممتازة. في هنا طلعة جديدة، الطلعة دي بتطلعنا على كورنيش النيل، متحف الحضارة، لو احنا حابين نخش يمين. دي طبعا من الطرق الجديدة برضك اللي اختلفت معانا واللي ظهرت، وحاجة مميزة جدا، قصرت المسافة وخلت الحركة المرورية أسهل بكتير. احنا كده على طول مباشرة الكوبري ده ياخدنا كده للمقطم. ده جبل المقطم اهو على يمين حضراتكم، الأباجية، منطقة الأباجية، والقلعة اهي قدام حضراتكم. ده منظر جبل المقطم من فوق. لو عايزين نخش الأباجية هنخش يمين، القلعة على طول، مدينة نصر على طول. القلعة بتكون قدام حضراتكم كده بشكل ممتاز، وبيكون القبة بتاعتها بتلمع كده مع ضوء الشمس من على بعد، بتكون جميلة جدا. احنا دلوقتي هنا حضرات لو عايزين نخش على منطقة الأباجية بنخش يمين من تحت الكوبري على طول كده مباشرة. الكوبري ده بياخدنا وينزلنا على أول طلعة المقطم. وزي ما انتوا حضراتكم شايفين معايا كده هنخش كده على طول منطقة الأباجية. احنا هنا كده منطقة الأباجية على ايدنا اليمين والشمال، القلعة على شمالنا، سور القلعة ومبنى القلعة. حاجة مميزة برضك. كده احنا داخلين على جبل المقطم. دخلة المقطم قدام حضراتكم. لو انتوا عايزين تخشوا المقطم يمين من هنا يا حضرات على طول كده مكملين على محور جهان السادات، مدينة نصر، منشية ناصر، حي الدويقة، نادي السكة، حابين تروحوا العباسية، كل الكلام ده لو حضراتكم الطريق ده بياخدكم مباشرة ليه. احنا كده في حي منشية ناصر، والكوبري ده بينزلنا على حي منشية ناصر. على يميننا هنا حي منشية ناصر، وجبل المقطم وراه. مصر بلدنا من فوق، مصر القديمة الجميلة. شايفين كمية القبب؟ مش عارف هتبان مع حضراتكم في التصوير ولا لأ. جوامع كتير أثرية موجودة في المنطقة دي. احنا هنا كده يا حضرات على يميننا حي منشية ناصر من الأوتوستراد. نتابع مع حضراتكم في الفيديو.
احنا هنا كده حضرات في حي منشية ناصر، على طول كده مباشرة. لو عايزين نروح على مصر الجديدة، عايزين نروح على مدينة نصر، حابين حضراتكم نطلع على محور جهان السادات، حابين نطلع على امتداد رمسيس والطريق اللي بياخدنا على محور المشير طنطاوي، طبعا حي منشية ناصر من المناطق الشعبية اللي فيها منطقة سكنية كبيرة. على شمالنا هنا منطقة ايد بيك أو منطقة قايتباي. قدام حضراتكم القاهرة الجديدة محور المشير. نطلع الطلعة اللي على يمين حضراتكم دي لو احنا رايحين محور جيهان القاهرة الجديدة، طالعين العاصمة الإدارية، رايحين طريق السخنة. محور جيهان دون ممتاز جدا. احنا هنا كده في الدويقة من على طريق الأوتوستراد. الكوبري اللي بيقابلنا بالعرض ده اللي بيجيبنا من على محور جيهان السادات وبينزلنا على شارع أحمد سعيد، تقاطع صلاح سالم وميدان الفردوس. مباشرة كده مع حضراتكم لو عايزين نطلع على نادي السكة على طول، عايزين نطلع على مدينة نصر على طول، عايزين نروح مصر الجديدة على طول، استاد القاهرة، معرض الكتاب على طول، المنصة على طول، النادي الأهلي على طول. هنلف ونرجع كده لو احنا عايزين نروح رمسيس، عايزين نخش العباسية، حدائق القبة، حابين نروح ميدان الجيش، شارع بورسعيد، ويلي زاوية. أماكن كتير جدا تقدروا تروحوها من تحت الكوبري هنا حضرات كده، من دخلة شارع صلاح سالم وشارع أحمد سعيد قدام حضراتكم كده. هنا كده يا حضرات بنعدي من وسط المقابر دي، نزلة محور جهان السادات. لو احنا جايين من مدينة نصر الحي السابع، لو احنا جايين من أماكن كتير جدا، لو احنا جايين من حتت كتير جدا، محور جهان السادات ده محور مميز جدا. احنا دلوقتي داخلين على تقاطع صلاح سالم وكنا في الاوتوستراد، فلو عايزين تروحوا حضراتكم صلاح سالم ده انسب طريق بردك انكم انتوا تخشوا صلاح سالم، وممكن تخشوا دخلة صلاح سالم من قدام من ناحية الازهر مطرح ما كنا ماشيين من. احنا دلوقتي هنا حضرات لو عايزين نروح على حدائق القبة على طول مباشرة نفق الازهر، هنلف ونرجع شمال يمين كده حضرات، استاد القاهرة، معرض الكتاب، مدينة نصر، فندق البارون، هيلتون، شيراتون، المطار، كده على طول حدائق القبة، شارع أحمد سعيد، العباسية، ميدان الجيش، كده على طول مباشرة. وأوري لحضراتكم احنا هنا كده لو احنا عايزين نخش يمين من هنا ونطلع على القلعة ونفق الازهر من صلاح سالم، يمين من هنا يا حضرات. احنا على شمالنا كده اسم الجوازات البعوث الإسلامية، مدينة البعوث الإسلامية على ايدنا الشمال، وعلى اليمين دلوقتي تاكي من أحمد سعيد. ده كوبري أحمد سعيد. الكوبري ده بدورين يا جماعة. الدور التحتاني بيجيبنا في الجهة اللي بتدخلنا على الطريق اللي أنا جاي منه من لصلاح سالم، والجهة دي بتاخدنا لدخلة العباسية وبتنزلنا لو حضراتكم رايحين حدائق القبة أو رايحين شارع رمسيس أو عايزين تطلعوا كوبري أكتوبر. فكوبري أحمد سعيد ده ممتاز جدا، قلل الكثافة المرورية هنا، ومن الطرق كلها في بلدنا يا جماعة احلوت واختلفت وحاجة بقت ممتازة جدا. فالطرق بقت أحسن من الأول، القاهرة أفضل من الأول، ومفيش وجه مقارنة ما بين القاهرة دلوقتي والقاهرة قبل كده في الطرق والتوسعات وجودة الطرق وتسهيل الحركة. بجد الحمد لله ان الدولة خدت محور اهتمام في المواضيع دي، لان كنا هنبقى جراج متحرك بنقف في كل مكان، واحنا اللهم صل على النبي احنا شعب كبير وكتير. اشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.